عايز يتعلم نجارة، صعب إن أنا أعلمك في دقيقة، بس أنا هادّي لك دلوقتي خلاصة بسيطة لأنواع الخشب المختلفة. خشب السويد وهو البطل بتاعنا، الخشب ده بيدخل في كل حاجة في التصنيع، مكتبات، سراير، دواليب وخلافه. خشب MD شكله حلو وناعم وملمسه جميل، بس في مشكلة إن مجرد ما جه عليه المَيّة كل سنة وأنت طيب. المهم ما اطولش عليك ويطول، عندنا دلوقتي خشب الكونتر، نصه طبيعي ونصه صناعي. هنا طبيعي مجموعه من الخشب السويد جنب بعض، وطبقه ابلكاش من هنا وطبقه ابلكاش من هنا. طيب البطل عندنا بقى اللي في الاخر، التحفه اللي في الاخر ده لازم تاخد بالك منه. هو عباره عن ايه؟ الكبس. الكبس ده عباره عن طبقتين من الابلكاش وبينهم خشب سويد. بيدخل في ايه يا محمد؟ بيدخل في صناعه اوض النوم. طيب بيتعمل ازاي؟ اكتب كمل وانا معاك، والفيديو اللي جاي هشرح لك الطريقه ازاي نشتغل بخشب الكبس بطريقه صح.